يقول صاحب القصة إن عنده 52 سنة وزوجته 49 سنة، وطبعا بيحبها حب جنون وبيغير عليها لحد اليوم. متجوزين بقالهم أكتر من 20 سنة وعندهم ولدين وبنت، في منهم في ثانوي وفي منهم في الجامعة. من فترة قريبة جدا بدأ يلاحظ على مراته على تواصل اجتماعي من خلال الواتساب مع راجل غريب، وفضل يتابع الموضوع في سكوت لحد ما اتأكد ان هي مصاحبة راجل وبتكلمه. وطبعا هنا واجهها وواجه امها، وطبعا واجه اختها وقالوا له ما تطلقهاش واصبر. وهنا قال انا هحاول اصلحها واقومها ونتكلم سوا وما تنسوش تاني ان انا بحبها وعايزها. وعدى على الكلام ده فترة وجبت لها خط جديد ورقم جديد وواتساب جديد وباسورد ودنيا ودين، وظبطت الامور دي كلها لان انا بحبها، وكل كلمتين فيه انا بحبها، انا مش قادر استغنى عنها. طيب، وقعدت فترة كويسة وخلاص وندمت وتابت والكلام من ده كله، لكن اتفاجئ بعد فترة رجعت ريما لعادتها القديمة تكلم شاب تاني برضه عن طريق الواتساب. ولما واجهها قعدت تعيط وتعيط وتعيط، وعلشان قلبه طيب ومش قادر يقسى عليها قال لها احنا هننفصل، لكن مش هعرف اهلك سبب الانفصال. وهنا بيقول هل انا لو انفصلت عنها برغم حبي الكبير ليها من حقي انها تتنازل لي على كل شيء ليا، لا تاخد قايمه ولا مؤخر ولا اي شيء في سبيل ان انا ما اعرفش حد من اهلها، ولا ده ظلم ليها وظلم ليا؟ قصتنا بتقول انه سعاد ابوها توفى وهي عندها 14 سنة. اتوفى في عز احتياجها ليه، كانت امها عز شبابها، يعني الست عندها 35 سنة خلقت قمر. كل الناس ما صدقوا زوجها يموت بدهم يتجوزوها، وكانهم كانوا مستنيين الخبر دوت. وكل واحد يتقدم لها ترفض، تقول لك لا انا عايزه اربي بنتي، انا عايزه اربي بنتي. يعني ليه يجوا لها انا هراعي لك بنتك، انا هصرف لك عليها، انا اللي ههتم فيها، انا كذا. الست كانت ترفض تقول بنتي 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 بنتي. سعاد شافت التقدير من امها ان هي فعلا ست مضحيه علشان خاطر بنتها. بتقول سعاد ابوها كل اللي سابه ليهم من ورث شقة عايشين فيها، وشقة دور أرضي بيأجروها وبياخدوا فلوسها، وبتصرف الأم على بنتها، وكمان مع المعاش ماشية الدنيا معاهم باللي تعرفوه. وعاشت البنت مع امها بالطريقة هذه لحد ما دخلت الجامعة. ولما دخلت الجامعة اتعرفت على شاب مغترب جاي من بلاد المسلمين